السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله جيت نوجد معكم الروز بالحليب، الصراحة اللي كيجي غزال ومعلك وكيجي زوين بزاف. إن شاء الله يا ربي تعجبكم هاد الطريقة اللي كندير ليه، وهي اللي عندي معتمدة. بالنسبة للما كناخد الكمية ديال الروز مع الماء كيكونوا معتدلين، يعني الا كان خديتي كاس ديال الروز كديري جوج الكيسان ديال الماء. المهم انايا الروز اللي عندي هذا، يعني داك الروز كلاصي ديال الشينوا صراحه اللي كيديروا به السوشي، كيجي غزال في الروز. المهم كناخد جوج الكيسان ديال الماء، وكناخد كاس ديال الروز. الا شفتي الماء بدا كيقل كتحاولي تزيدي شويه باش تخلي داك الروز يطيب مزيان، ومن الاحسن تنقصي عليه البوطه. المهم كتزيدي عليهم معلقه صغيره ديال الملحه وجوج المعالق صغار ديال السكر. صافي وكتبقاي تحركي وكتخليه حتى كيطيب على خاطرو، حتى كينشف من الماء ما كيبقاش فيه الماء. وكتزيدي عليه واحد ثلاثه الفرماجات، وكتاخدي تاني كتزيدي عليه الحليب. هنا الطريقه هذه كتخلي القميله شويه منفسه باش ما يفيتش لك هذاك الروز. كيف ما كتشوفوا معايا هنا، يعني راه ما بقاش فيه داك الماء بزاف، يعني باقي كيبان لكم بحال راه معلق. صافي كنشوف الحبه بلا راه طابت ديال الرز، صافي كنزيد عليهم الحليب. الحليب انا كندير كامل الدسم. صافي نخليه يطبخ الحليب. كنزيد الكميه مثلا هنا درت عيني ميزاني، ماشي درت العبار، ولكن بالعبار تقدري ديري كاس ونص ديال الحليب وتخليها كتطبخ. من بعد هنا فين ضفت انا الفرماجات نسيت ما صورتهمش ليكم، وكتبقاو تحركوا حتى كيذوب داك الفرماج. الصراحه اللذه ديال الفرماج اللي كيعطي لهاد الروز راه كيجي غزال بزاف وما تشبعوش منه. شوفوا معايا كيفاش كيبان بالتعليكه ديالو، كيبان غزال بزاف. صافي هذا هو الطريقه ديال الروز. نتمنى يا ربي يعجبكم الفيديو. لا عجبكم الفيديو ما تنسونيش من الاشتراك وجايه من بارطاجي مع احبابكم. وشكرا لكم. وبغيت نشارك معكم الطريقه ديال الرز وصافي. الصحه والراحه، والله يحفظكم ليا.